السلام عليكم خوتي. غادي ندخلو ديريكت في الوصفه ديالنا. غادي نضيفو هنايا زيت البلديه، انا درت 4 حتى ل 5 المعالق هكا كبار. وغادي نضيفو الدجاج، انا درت هذا ديال الفخاد، وتقدروا ديروا اي نوع ديال الطروفه اللي بغيتو او تقدروا تحيدوه. المهم انا راه حيدت له الجلده صافي، وكنحركو غير هكا شويه، واحد 3 4 دقائق بحال هكا. وعاد غادي نضيفو هنايا واحد البصله كبيره فيها راس ديال الثومه هكا طحنتهم في هذه الاله هذه، كتعطينا هذه المرقه ديالنا خاتره وزوينه وبنينه. صافي كنخليوها حتى هي غير هكا واحد 3 حتى ل 5 دقائق. عاد غادي نضيف البصله، ها نتوما كي لاحظتوا خليتها هكا يعني باش كتجينا حتى لاصوص ديالنا كما قلت لكم مزيانه. وضفت هنايا 2 بصلات كبار، يعني الاولى كانت محكوكه وهادو 2 كبار. وغادي نضيف دابا كلشي في دقه واحده. غادي نضيف هنايا الفول اللي فزقته من قبل، ودرت هنايا العدس حتى هو فزقته، كان شويه غالب على الفول. وضفت هنايا 3 المعالق ديال المطيشه، تقدروا تحكوها او تقدروا تقطعوها طروفه كما بغيتوا. انا كنستعمل هاد الماركه هذه ايطاليه غزاله ونقيه يعني موتي. وبالنسبه للعطريه ديروا اللي بغيتوا. ضفت هنايا الملحه، ضفت هنايا سكينجبير معلقه ونص، وضفت هنايا الخرقوم معلقه صغيره عامره، وضفت هنايا البزار. وتقدروا ديروا راس الحانوت، تقدروا ديروا السمن، ديروا اللي بغيتوا. انا في الخبز اللي غادي نصاوب اليوم انا راني ديجا مصاوبه براس الحانوت، داكشي تقدروا ديروا العطور اللي بغيتوا وتزيدوا. وصافي كنشحروه غير هكا واحد العاوتاني حتى هو واحد 5 دقائق. يعني هاد العمليه هذه كنديروها في الاول باش كيجينا المرقه ديالنا غزاله وخاتره وكتعطي واحد اللذه للخبز ديالنا. صافي داز ديك المده. انا غادي ندير دابا هذا المعدنوس، واحد الربيطه هكا في الجنب. وضفت هنايا هذا راس ديال الثومه، وغادي نضيف المطايب. غادي نغطيو الدجاج ديالنا، يعني المرق كيكون دائما على حسب شحال دايرين ديال الخبز. صافي وغنخليها حتى طيب، وغادي نكملوا التتمه ديالنا ديال هذا الخبز. راني ديجا صاوبته معكم، اللي بغى يشوف الوصفه انا غادي نحط له الرابط ديالو. انا درته براس الحانوت ودرته بالخميره البلديه، وتقدروا تحيدوا الخميره البلديه وديروا عادي بالخميره عاديه وديروا له راس الحانوت، راه كيجيو غزال ولذيذ. صافي كنقطعوا غير هكا مرصويات صغار بحال هذا الشكل هذا، وغادي نفوروه يعني غير على حسب غير طلع فيه داك الفوره، وغادي نحيدوه وديروا البرمه اللي بغيتو خوتي. صافي كلشي طاب. غادي نقدموا دابا الطبق ديالنا. حيت هكا الدجاج درتو في الطبسيل، يعني فاش تجيني هكا الحطه هكا مزيانه. حيت الدجاج وحيت الربيع وحيت حتى الثومه، وهزيت واحد المعلقه اللي كتكون بحال الصفايه، صفيت غير شويه هكا ديك البصله والعدس وهذا والفول. صافي وغادي نقدم معكم الحطان ديالي ولا التقديم ان شاء الله اللي نتمنى يعجبكم. المهم درت شويه المرق في هكا في القصعه او الطبسيل، او ديروا اللي بغيتو فاش ما بغيتو. صافي ودرت الخبز هكا من الفوق. صافي وكل واحد كيقاد اخوتي كيبغى. انا بغيت غير نوري معكم الطريقه ديالي كي حطيت. المهم كبيت هذا كتكبوا مزيان، كتسقيو الخبز ديالكم مزيان. صافي وكتديروا الدجاج هكا كديروهم في الجناب ولا زوقوا اللي بغيتو. المهم انا كنوريكم غير الطريقه طريقه التقديم. صافي ودرت هكا داك البصله والعدس وهذا درتهم من الفوق وصافي. وكان هذا هو الطبق ديالنا. وضفت هنايا داك الربيع حطيته هكا في الجناب. صافي وكانت هذه هي الاكله ديالنا اللي كجات غزاله ولذيذه. ونتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الطريقه ديالي اللي كانت سهله مهله وتستاهل لي لايك ما تنساونيش. وبسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.